وكل حكاية وراها روح. أنا صوت الحكايات اللي اتحكت واتنست. اسمع للآخر يمكن تلاقي نفسك جوه السطور. وأهلا بيك في قصة النهاردة. أنا اسمي ياسر، عندي 28 سنة وعايش في حي من أحياء القاهرة القديمة. حي مفيش حاجة بتتغير فيه، نفس الناس، نفس الوجوه، نفس المحلات، بس اللي اتغير هو أنا. زمان كنت شايف إن حياتنا بسيطة جدا لدرجة الملل، والبيت الصغير والأكل المتكرر والروتين القاتل. بس في حاجة واحدة ما كانتش بتتغير وعمري ما سألت عنها، وهي شنطة السفر اللي تحت سرير أمي. أما أمي كانت ست بسيطة جدا وست بيت شاطرة، وكانت فعلا ب100 راجل، وما كانتش متعلمة بس دماغها كانت أكبر من ناس معها دكتوراه. بس كانت عندها عادة غريبة، إنها كل كام يوم تروح تفتح شنطة السفر وبترص فيها حاجات زي بلوزة، وتقعد ترتب فيها حاجات وتمسحها وكأنها بتحضرها لرحلة. وفي مرة وأنا طفل سألتها: انت هتسافري فين يا ماما؟ ضحكت وقالت لي: مش لازم أقولك، بس كل واحد فينا ليه لحظة هيسافر فيها. وقتها ضحكت وما فهمتش حاجة، وكبرت وسط تفاصيل البيت اللي اتغرست في قلبي غصب عني، وريحة الطبيخ اللي كانت بتطلع من المطبخ الصغير، وصوت القرآن الصبح، والأدعية اللي كانت دايما بتقولها، والكرسي اللي كانت دايما بتقعد فيه، وحاجات كتيرة وتفاصيل كتيرة. بس أنا كنت مشغول بحلمي، وكنت دايما بقول لنفسي إني لازم أطلع حاجة وأشوف الدنيا الواسعة. بس كل ما كنت بقول كده كانت أمي بتبصلي بابتسامة غريبة ما كنتش فاهمها. المهم إن السنين جريت واتخرجت من الكلية واتوظفت في شركة كبيرة، وطبعا بقيت مشغولة على طول وانشغلت في حياتي زي أي حد بينشغل بأحلامه. ولما كنت بروح أزور أمي كنت بروح بالعافية، وكل مرة ألاقيها قاعدة قدام الشنطة بتوضب فيها وبتمسحها، وكنت شايف إن الحاجات دي غريبة جدا. بس قلت في نفسي يمكن دي طريقتها في انشغال وقتها، بس طلع إني أنا اللي كنت بشغل وقتي بعيد عنها. وفي يوم وأنا في الشغل جالي اتصال من رقم غريب، وقال لي: أستاذ ياسر، إحنا في المستشفى في قسم الطوارئ علشان والدتك تعبانة. وساعتها الدنيا اسودت والكرسي لف بيا وأنا مش مصدق. فجريت بسرعة على المستشفى، ولما وصلت لقيتها نايمة وعينيها مغمضة، بس إيديها كانت بتدور عليا. فمسكت إيديها، فالدكتور قال لي إنها جلطة خفيفة ربنا سترها، بس هي لازم ترتاح. فلقيتها بتهمسني في ودني وبتقولي: يا ريتك تبص في الشنطة بس بعد ما أمشي. فأنا ضحكت وقلت لها: بس يا ست أمي بالسلامة، وأنا لو عايزة أبص فيها دلوقتي. وعدى أسبوعين وأمي رجعت البيت، بس كانت تعبانة جدا وكانت بتنسى كتير، وكانت دايما بتبصلي بنظرات غريبة. وفي يوم جمعة صحيت على صوت أختي بتخبط على الباب وتقولي: الحق يا ياسر مامتك. فجريت ودخلت أوضتها ولقيتها نايمة ووشها مبتسم، بس كانت إيديها على الشنطة. بس كانت في الوقت ده فرقت الحياة وفرقتني معاها. وبعد العزا وبعد ما الناس كلها مشيت قعدت في الأوضة لوحدي وسط حاجتها وسط هدومها، وكنت ببص في كل ركن من أركان الأوضة، وكنت بفتكر قعدتها وكلامها وضحكتها لحد ما عيني جت على الشنطة ورحت فتحتها. وكنت متخيلة ألاقي فيها هدوم، صور، حاجات عادية يعني، لكن اللي لقيته كان عمري كله. وأول حاجة طلعت لي بلوزة قديمة كنت دايما أحبها عليها، وبعدها لقيت ظرف مكتوب عليه بإيديها: لياسر. ففتحته ولقيت الجواب بخط إيديها وبيقول: ابني، لو بتقرا الجواب دلوقتي يبقى أكيد أنا مشيت، بس ما تزعلش، أنا مشيت وأنا مرتاحة، عارفة إنك كنت بتحبني حتى وإنت بعيد، ومتأكدة إنك هتفتكرني حتى من غير ما أقولك. بس أنا حبيت أسيبلك كل حاجة كنت عايزة أقولها لك في الشنطة اللي طول عمري كنت بحضرها وإنت مشغول عني. وفضلت أفتح في الورق، وكل ورقة كانت فيها وصفات الأكل اللي أنا بحبه، وصورة ليا وأنا صغير، وصورة وأنا أول يوم مدرسة، وصورة وأنا أول يوم جامعة، وجوابات تانية كانت فيها أدعية كانت دايما بتدعيلي فيها. ولقيت دفتر صغير كان مكتوب فيه: النهاردة ياسر اتصل بيا، وكنت فرحانة قوي إن هو اتصل بيا بعد أسبوع، والنهاردة كان تعبان وأنا قعدت أدعيله والحمد لله قام بالسلامة. وكانت بتسجل كل لحظة. أنا فتحت الشنطة، بس اللي اتفتح فعليا هو قلبي. كنت فاكر إني شاطر، بس أنا كنت تايه
كنت فاكر إن الشغل والمشاوير والحلم والمستقبل هما الأهم، بس اللي كان أهم كان قاعد في أوضة لوحديها مستنية مني اتصال، مستنية مني سؤال، وكانت بتحضر الشنطة بس مش عشان تسافر، علشان تسيبلي عمره كله في شنطة. فقعدت أعيط، مش بكاء ضعف، ده بكاء ندم، مش علشان أمي ماتت بس، لكن عشان كانت بتحضر لوداعها وأنا مش شايف. كانت بتكتبلي رسايل وأنا مش قارئ، كانت بتحبني بصمت وأنا بجري ورا أحلامي. الشنطة دي علمتني إن الحب الحقيقي مش في اللي بنقوله، لكن في اللي بنسيبه ورانا لحد بعد ما نمشي. ومن يومها وأنا كل أسبوع بروح أفتح الشنطة علشان أشم فيها ريحتها وافتكرها وأعرف إزاي هي فضلت تحبني حتى في غيابي. أمك لو مشيت بتسيب ريحتها في الشنطة وسكوتها وجواب وحياتها جواك من غير ما تاخد بالك. ولو وصلت لآخر الحكاية يبقى قلبك لسه عايش. ما تنساش كل قصة بنحكيها ممكن تكون قصة حد بيحبك أو بيستناك. ولو عجبك القصة شاركنا في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل قصة جديدة أو حكاية، واعمل لايك علشان تشجعنا، واستنوني في القصة الجاية.